تعالوا اوريكم احلى واطعم طريقه لسلق الفراخ. اول حاجه بنديها صدمه كده في معلقه من السمنه او الزبده، نشوحها كده على الجنبين تشويحه حلوه. وبعد كده هنبدا نضيف عليها طماطمايه واحده وجزره، وهنضيف عليها بصلة أو بصلتين حسب كمية الفراخ اللي احنا حاطينها. الجزر بيخلي طعم الشرب مسكر وفي منتهى الجمال. وبعدين بنضيف بقى ورق لورا وحبهان، وعندنا البهارات السبعة أو بهارات فراخ اللي عندكم، وبصل بودر وفلفل أسود. وطبعا الملح هنضيفه بس لما يبدأ الفراخ تدخل في السوا بتاعها عشان ما تأخرش التسوية بتاعتها. وبنضيف عليها مية مغلية، لازم تكون المية مغلية علشان خاطر الفراخ ما تاخدش وقت في السوا. تمام، ونسيبها بقى كده حوالي نص ساعة بالكتير، هتلاقوها استوت وبقت تحفة. وخدي بقى منها شوية شوربة، بصوا الجمال والحلاوة. وعايزة اقول لكم لونها في الحقيقة ذهبي كده وحلوة قوي اهي، بصوا اللون بتاعها واضح ازاي، حلوة جدا. وجربوا كده تسلقوا الفراخ بالطريقة دي، هتعجبكم قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. من النادي.